تانية معاكم برنامجنا آدم وحواء، والنهارده كمان هنتكلم عن حواء. والحقيقة لما بنتكلم عن حواء بالتحديد، حواء حققت العديد من النجاحات في كثير من المجالات، لكن النهارده هنتكلم عن نموذج رائع من السيدة المصرية، وهي حواء المصرية. النهارده معانا مريم أحمد، وهي مدربة ايكيدو وحاصلة على 3 أحزمة سوداء في مجال الايكيدو، وايضا يعني كان ليها مكان رائع في الاحتفاء بالمرأة على مستوى العالم كسيدة مصرية قدمت عرض للايكيدو في احتفال المرأة العالمي. النهارده بيسعدنا يكون معانا مريم احمد. اهلا بيكي معانا مريم، منورانا، وانا سعيده جدا بيكي جدا كنموذج للمراه المصريه او حواء المصريه. ربنا يخلي حضرتك، ميرسي جدا جدا، ميرسي على المقدمه الجميله دي. مريم، بداتي من امتى الايكيدو؟ بدات من اوائل سنه 2018، بقى لي حوالي 7 سنين. ابتديت الاول، دخلت الايكيدو عن طريق الجمعيه المصريه للايكيدو. شاه محمد سيد هو المعلم بتاعي. وبعدين بعد كده اخدت الاحزمه بتاعتي، تدرجات الاحزمه، وابتديت تدريب فعلي سنه 21. طيب، قبل ما نتكلم اكتر عن مريم، قولي لي بقى ايه هو الايكيدو عموما؟ الايكيدو هو فن من فنون الدفاع عن النفس الياباني. هو يعني اكتشف يعني موريو شيبا كون او عمل الايكيدو، او انشأ هذا الفن في اربعينيات القرن الماضي. الايكيدو هو بيعتمد على لي المفاصل عكس اتجاهها، في ان احنا نقدر نسيطر على الانسان اللي قدامنا او نخضعه او نكنترول عليه من خلال مفاصله اللي هي تبقى اضعف حاجه في جسم الانسان. فانا بستغل ده بقدر ان انا اكنترول على اللي قدامي من خلال ده. كمان الايكيدو مميز في ان هو بتقدري تدافع عن نفسك ضد سلاح، لان هو مش تكنيك بس، هو كمان بنقدر ان احنا ندافع عن نفسنا ضد السلاح. عندنا 3 انواع من الاسلحه: الجو والبوكن والطنطو. الجو اللي هو العصايه او الشومه، والبوكن اللي هو السيف او الخنجر، والطنطو اللي هو السكينه. ف الايكيدو نقدر نقول عليه ان هو فن سلام، فن دفاعي مش هجومي. اقدر ان انا اتمسك بيه كرياضه، اقدر ان انا اعالج بيها حاجات كتير جدا داخليه في جسم الانسان. لو هو عنده مشاكل في التوافق العضلي العصبي، او لو في مشكلات نفسيه ما، ممكن نقدر ان احنا يبقى فيه اتزان نفسي اكتر، ردود افعال سويه افضل. كمان ما يبقاش فيه سرعه رد الفعل بتكون احسن، وهكذا. طيب مريم، واحنا بنتكلم عن الايكيدو النهارده، ايهما انسب للايكيدو، الفتاه ولا الشاب؟ لا، هي مش كده، هي ايه، هو مناسب لكل الناس، لكن هو ولكل الاعمار. ولكل الاعمار من اول يعني انا 6 ممكن سنوات. ابتدي في اي عمر اي عمر، اتدرب ايكيدو؟ اي عمر. احنا في فعلا حرفيا معانا على البساط ناس بتكون عندها في السبعينات من العمر وبيقدروا يأدوا ده على مستوى العالم. في ناس بتبقى تمانينات تسعينات وبيبقوا اشيانات كبار، ويقدروا ان هم يأدوا ويمرنوا ويدوا كمان من علمهم للاخرين. احنا معانا دلوقتي ايكيدو او تدريب ايكيدو على الهواء. قولي لي بقى، اولا ده اللبس، كلميني عن اللبس وكلميني عن الحركات، وايه الفرق بينه وبين الجودو او الكاراتيه؟ اوكي. اللبس بتاعنا هو بدله جودو ابيض، بنلبس تحت دي حقامه، دي بتتلبس بعد الحزام الاسود. مسموح للبنات هنا في مصر او في الوطن العربي يلبسوا الحقامه من هم لسه حزام ابيض كنوع من انواع الستره، لو ما في يعني في مشكله من مفضلين اللون الاسود. ايوه. اللي احنا بنعمله ده اختبار السلاح بتاعي في الحزام الثالث. هنا ده كان ده بالبوكن، يعني السيف بتبقى عباره عن ضربات. هنا بداخل بالسيف، لو حضرتك نظرنا ليه كده، ده داخل بالسيف وانا المفروض اعزل معيش سلاح، فانا اقدر ازاي بتدافعي عن نفسك ضد سلاح وانا معيش سلاح تاني. يعني معيش حاجه ادافع عن نفسي بيها الا انا اعزل يعني. فاقدر ان انا ادافع عن نفسي ازاي؟ بتبقى حاجات زي كده، وبيبقى الاول بناخد الحاجات دي كتات الاول، يعني ان انا اقدر ازاي اتعامل بالسلاح ده لوحدي وادمجه يبقى جزء من جسمي، لان انا لو ما بعرفش استخدم السلاح كويس او ما بتحركش بيه لوحده كويس فبيبقى عبء عليا، مش هقدر ادافع بيه عن نفسي اكتر. فده من خلال ده كده الطنطو.
اللي هو الخنجر او السكينه. ودي بتبقى ممكن تكون اكتر حاجه تكون منتشره في اللي احنا بنسمعه اليومين دول يعني. فان انا اقدر ان انا ادافع عن نفسي ضد ده ازاي برضو لو انا اعزل. فده مهم جدا ان احنا نعلمه للولاد. الفرق بينه بقى وبين الايكيدو والجودو او الايكيدو والكاراتيه؟ اولا يمكن الجودو والكاراتيه ما فيهمش اسلحه. ايوه، الجودو والكاراتيه هي رياضات هجوميه، احنا رياضه المفروض انها دفاعيه. انا ما يهمنيش خالص ان انا اغلب الخصم اللي قدامي. انا مجرد ما انا عملت عليه كنترول وان انا اخضعت السيطره او انا قفلت عليه الهجوم اللي هو بيعمله، خلاص انا مش محتاج ان انا اضره اكتر من كده. لكن لو هو استمر كده، لا، في اكتر من كده ان احنا انه ممكن ان احنا نأديه ونعمله. بس. جميل. انت اخترتي ليه بقى الايكيدو؟ لانها رياضه تقدري تدافعي بيها عن نفسك من غير ما يكون عندك بنيان عضلي قوي فظيع. ممكن لازم تكوني بتتدربي بقالك 20 سنه و15 سنه لا، ممكن تقدري تدافعي عنها. بتعتمد على فكر. الايكيدو هو فن فعلا وفكر وفلسفه اكتر من انها حركات ممكن ان انت تحفظيها ومحتاجه بنيان عضلي قوي. وفي ناس كتير بتبطل رياضات كتير مختلفه لما بتوصل لسن معين، لان ما بيقدرش بعدها ان هو يمارس اللعبه دي بشكل اللي هو كان بيمارسه قبل كده. لان محتاجه منه يعني بنيان يكون سلس اكتر، مرونه احسن. يعني لكن ممكن مع يعني كبار السن هينفعهم الايكيدو، يعني جداً. حتى لو هم توقفوا عن رياضات اخرى فهم ممكن اكمل في الايكيدو هستفيد. ده فعلا بيحصل يعني. كام هو سنه فعلا ليكي في الايكيدو؟ بقى لي 7 سنين. 7 سنين بس مم. وقدرتي ان انت تحققي كل هذه النجاحات؟ الحمد لله. طب ده احتاج منك ايه؟ التزام. مم. التزام تاني. لان ممكن احنا في ال7 سنين تعمل انجازات كتير جدا، ممكن في ال7 سنين ما تعملش حاجه. ممكن ان انت تقدر تطور نفسك، انت ما تسيبش تمرينه، ما تسيبش اي دوره تدريبيه، ما تسيبش حتى وانت بتدرب يعني. وانا مدرب انا كنت بتمرن برضو. ما تسيب ده مهم جدا. اي حته فيها علم، اي ما يكون في صغير العلم ده او كبير، لازم تجري وراه وتسعى ليه ان انت تاخده. تتعلم من اي حد لو حتى حزام اقل منك، ما فيهاش اي حاجه خالص. ومن كل فكرة شخص التعلم. قدامك. ايوه. الجميل كمان في الايكيدو ان انت قلتي لي واحنا بنتكلم يمكن قبل اللقاء ان هو ملوش مسابقات، او المسابقات بتاعته مش في شكل نزال بين اتنين. لان هو الهدف منه مش ان انا اثبت لك ان انا اقوى. الهدف منه ان انا نثبت لبعضينا ان احنا الاثنين نقدر ان احنا ندافع عن نفسنا كويس ضد حد ممكن يعتدي علينا خارج مكان البساط بتاعي. انا بتعلم ده علشان فعلا الحاجات اللي موجوده بره في الشارع، لان انا عندي الايكيدو ده مسكات وضربات نفس اللي انت بتواجهها في الشارع. فانا مش مطلوب مني ان انا اذي زميلي، بس مطلوب مني ان انا يعني العب معاه فعلا بجديه، عشان لما العب بجديه اعرف اواجه ده في الشارع. بس. جميل. قولي لي بقى مريم احمد وهي اول ما بدات الايكيدو كانت شخصيتها ايه، وازاي الايكيدو اثر على شخصيتها، وهو ده اللي بتحاول تعمله دلوقتي مع كل الطلبه بتوعها كمدربه ايكيدو؟ والله هو الشخصيه بتتطور بتطور السن وبتطور العلوم اللي الواحد بيكتسبها. فالايكيدو هزت في نفسي حاجات كتير جدا. انا كنت اندفاعيه جدا، كنت عصبيه جدا جدا، كنت اقدر ان انا المواقف ممكن ما لا يعني ارد بسرعه وارد بعنف. انا ممكن دلوقتي اسكت خالص، ما اتكلمش عن اي اساءه، ممكن ما اردش خالص، اختار الوقت اللي ارد فيه، الوقت اللي يكون مناسب ليا، ما اخليش ان حد هو يدعوني للقتال فانا اقاتل معاه حتى لو بكلمه. الرد نفسه بيكون بحكمه. لما اجي ارد ردود مناسبه للموقف، ما فيهاش اوفر وما فيهاش اقل، بحيث ان تبقى حاجه محدده. حتى لو الرد ده بالكلام، يعني اختار الكلمات المناسبه، اختار الموقف المناسب. ده مهم جدا. الجميل كمان ان مريم جمعت ما بين دراسة علم النفس أيوة. وبين الايكيدو، وبالتالي بقت اكتر قدرة عليها انها توصل المعلومة للمتدربين. أيوة. لديها. يعني معنى كده ان انا ممكن في 7 سنين اتعلم الايكيدو وابتدي ادرب، ويبقى عندي كمان القدرة ان انا اوصل المعلومة دي، ان انا يعني ابتدي ادرس ازاي اوصل المعلومة، فبالتالي يبقى ده اسهل كمان ليا كمدرب. ايوه، انا من خلال دراستي في علم النفس والاجتماع، بعد كده خدت دبلومه تعديل سلوك علشان اقدر ان انا افيد المتدرب. وعلى فكره تعديل السلوك ده مش لازم يكون للاطفال خالص، هو ممكن سواء للاطفال للاطفال او الكبار، ولينا احنا شخصيا. الواحد برضو طول ما هو عايش بيهذب سلوكه هو الشخصي. فالايكيدو سمح لي ان انا اعمل ده،
وسمح لي ان انا اطلع على نفس البشريه بشكل اوضح، بشكل افضل، ان انا اتعامل معاها من خلال هو كل واحد فيهم محتاج ايه، محتاج حته معينه، محتاج تاثير معين، محتاج كلام معين. احنا ده مهم دلوقتي جدا. معانا على الشاشة كمان ده ده كان اثناء عرض، ده شرح لتكنيك معين. عبارة عن ايه التكنيك ده؟ ده كان معلش ممكن اشوفه الاول. ايوه. ده يوكو مانوتشي. ده كده اليوكومان دي ضربة القلم في الشارع، اكن حد جاي يضرب قلم، فانا ازاي ممكن اقدر اصد؟ عندي طريقتين. في ممكن عن طريق البلوك ان انا اقفل الحركة خالص من اولها، وفي حاجة اسمها تايساباكي اللي هي اللف والدوران مع الحركة، لو ودي بستخدمها امتى ودي بستخدمها امتى حسب الهجمة نفسها. ما انا ممكن تكون هجمة قوية جدا، مش من العقل ابدا ان انا امتصها كلها، لا انا ممكن امتص الضربة بان انا ابعد عنها ممكن ابعد لفترة، او ممكن وممكن افضي اخدها الباور من بتاعها، يعني افضي الباور بتاعها عن طريق ان انا ممكن الف مع اللي جاي يهجم الهجمه دي. وبتعتمد كمان هل هو اعزل ولا في ايده سلاح، كل ده حسب الموقف اللي قدامي. بس ايه اهم المواقف اللي قابلتيها بقى من خلال اللعبة وبدأتي تستفيدي منها، وايه المعلومات كمان اللي انت، او المعلومة اللي انت حابة تقوليها النهاردة لكل واحد بيفكر ان هو يتدرب على الايكيدو؟ هو الموقف الاولاني ان الواحد لما يجي حتى في مشيته لازم ياخد اتيتيود ان هو بيتعلم رياضه قتاليه، لانها بتفرق جدا جدا في مواجهه المواقف. يعني ايه؟ يعني انا ممكن افادي نفسي من مواقف كتير جدا ممكن اتعرض لها من مجرد المشيه اللي فيها ثقه. لما بيجي لي متدرب اشوفه لما جه مثلا يقف قدام زمايله لاول مره، والاقي المشيه بتاعته فيها خجل جامد وفيها، اعلمه زي انت امشي ازاي، تمشي ظهرك مفرود، كتافك مفروده، نظرك لقدام. ده بيفرق جدا من ان انا مثلا لو في حد انا ماشي في الشارع وحاجات ناوي على اي نيه ايا ما يكون، لما بيلاقي شخص بالشكل ده غير لما بيلاقي شخص هو قافل على نفسه باصص في الارض، فبيحس انه ضحيه، ضعيف. ضحيه. هو ده. لكن انت من الاول كده بتوجه رساله للي قدامك ان يعني ما تقربش. مكتسباتك من الايكيدو ايه، ومكتسبات بقى كل متدرب من الايكيدو؟ يعني كلميني عن الاطفال اللي انت بتدربيهم واكتسبوا ايه. بس خلينا نبتدي مع مريم. مكتسباتي انا الولاد نفسهم اللي بدربهم، سواء بقى صغيرين او كبار، لان هم كلهم بعتبرهم ولادي حتى لو اكبر مني في السن. المكتسب الافضل بالنسبه لي ان المشكله اللي بيبقى جاي بيها اتحلت، وده مهم، او في طريقها للحل، او اتحلت جزئيا، فده مهم جدا جدا. ايه المشكلات اللي بتجيلك من خلال الابناء وبتبقي قادره من خلال لعبه زي الايكيدو وكمان دراستك لعلم النفس ان انت تحلي لهم المشكله دي؟ الثقه بالنفس. لما بيجي لي حد مهزوز خالص، لما بيجي لي حد عنده عنف زياده، فرط الحركه، ان هو يتحرك كتير، ده لما احنا بنلزمه على البساط بانه يقف بطريقه معينه ويحط حاجته بطريقه معينه. الحاجات العشوائيه، الانسان العشوائي بيرمي حاجته في كل حته. ده بينظم، هو اول ما بيجي يدخل بيتعلم ازاي ينظم حتى الشوز بتاعه يحطه جنب بعضه. يعني اول حاجه بنتعلم من الايكيدو النظام، وده يمكن باين كمان في دخول أيوة. اللعيبه الى البساط زي ما بنقول. بعد كده بنتعلم بقى البساط، المكان اللي بيتدرب فيه وبيحييه، لان لازم يكون الاحترام بقى هنا، بقى احترام الغير واحترام حتى واحترام ادواته. ان هو يحترم زيه ويحترم البدله بتاعته ويحترم حاجته ويحترم الادوات. ما ينفعش ان انا ارمي سلاح، ما ينفعش ان انا ارمي حزام، الكلام ده ممنوع تماما، ما ينفعش. فبيتعلم هنا بقى ان هو لما بيحترم ادواته الناس هتحترمه، لما بحترم ذاتي الناس هتحترمني، وهكذا. طيب نبتدي بقى مع الاولاد. اول ما بيجوا لك ازاي بتكتشفي عيب كل واحد فيهم وتبتدي بعد كده تعالجيه؟ الاستقبال الشهير بتاعي عرف نفسك. لما بيجي لي اي متدرب سنه اي ما يكون ايه هو، بوقفه قدام اللاعبين داخل المتدربين. ايوه، واقول له عرف نفسك. هنا بقى بكتشف حاجات. يعني ممكن طفل صغير يبقى عنده الثقه وفاهم يعني ايه عرف نفسك، ويقدر يعرف نفسه، يقول انا اسمي كذا، سني كذا، لعبت كذا. وممكن يبقى حد كبير يعني شخص كبير، يعني ايه اعرف نفسي. فتخيلي حضرتك لما بتاخدي انت حد عنده الازمه دي، ازمه اللي انا مش عارف هويتي، ازمه الثقه، مش عارف نفسي. مش عارف نفسي، وقدام ولاد ممكن يكونوا اصغر منه في السن، بس هو عنده مشكله في مواجهه الاخر، مشكله في مواجهه مجموعه قدامه لاول مره. فبتبتدي بقى واحده واحده نبتدي معاه خطه علاج نفسي مع الايكيدو.
الاثنين من خلال اللعبه برضه. يعني انا بعد كده بطور ده بان انا مثلا اتعلم تكنيك كويس جدا، اخده اختبره كذا مره على جنب، اقول له ايه اطلع اشرح. لما يجي يطلع يشرح بقى دي طبعا بيبقى يعني بتقع منه، وممكن يعني بيقف ما يعرفش يتكلم، وابتدي القنه الكلام الاول، قول بقى اللي انا قلته. فتقع منه كلمه اتنين مش مشكله، ارجع بقى تاني الصف، تعالى من اول وجديد قول اللي انا قلته، فيعيد من اول وجديد. فتبقى بالنسبه له المواجهه الاولانيه لازم يخرج من التمرينه دي كسبان. يعني لازم يكون حاسس وهو ماشي ان هو عنده ثقه بنفسه، ما يسيبوش ابدا الا لما فعلا يشرح ويبقى خارج واثق في نفسه. طيب يعني هي الفكره ان انا اكتسب الثقه وابتدي اعرف اقدم نفسي، ان انا اقف قدام الناس وابتدي اتكلم. لكن الايكيدو هنا بقى انا بستفيد منه ايه كلعبه؟ كلعبه لو احنا اتكلمنا فيها ايه كلياقه بدنيه، كلياقه بدنيه فاحنا عندنا الايكيدو فيه تسخين عام زينا زي اي لعبه تانية، وفي تسخين خاص بالنسبه للمفاصل. ده غير ان احنا بيبقى عندنا توافق عضلي عصبي عالي جدا. لان انا علشان اقدر ان انا امشي في تكنيكات بتعتمد على حركات دائريه مختلفه، ده بيكون صعب ان انا اوفق الايد والرجل مع بعض. اقدر ان انا اشوف اللي قدامي هيهجم بطريقه ما، فانا هيكون عندي سرعه رد الفعل ده. حتى مش محتاج ان انا اكمل بقيه التكنيك، انا ممكن افادي التكنيك بس. فمن خلال حتى تغيير الاتجاه في الايكيدو، يعني اعلمه الاول يمشي ازاي، اعلمه بعد كده يغير اتجاهه ازاي، يقع ازاي، ومن هنا اقدر بقى بعد كده اعلمه ياخد الضربات ازاي، يفاديها ازاي، ويصدها ازاي، يصدها بكذا طريقه ازاي، وهكذا. حتى لو الضربات دي بأسلحة مختلفة، ازاي ادافع عن نفسي، وده مهم طبعا دلوقتي جداً. بالنسبة للبنات والشباب. ادافع عن نفسي ضد اي سلاح، ادافع عن نفسي ضد اي شخص قدامي مهما كان حجم جسمه. الايكيدو هنا مش بيعتمد قوي على القوة البدنية قد ما بيعتمد على الذكاء والفكر. القوة البدنية في الايكيدو احنا دايما اقول لهم يا جماعة احنا زيرو باور، هتستخدم باور في اللعبة بتاعتك مش محتاج ده، لكن انت عندك قوة الفكر بتاعك ده اهم. طيب علقنا بقى على الصور اللي موجودة على الشاشة دلوقتي. ده وفد مصر، ده كان في الجزائر، ده كان سنة 22. حضرتي كم مسابقة على مستوى العالم، او ايه البلاد اللي انت زرتيها كمدربة؟ رحت الجزائر والمغرب واليابان اخر حاجة. قدمتي فيهم عروض؟ مصر قدمت عروض في الثلاث مرات اللي احنا حضرنا فيهم، وعن طريق الوفد المصري. مستوى مصر على مستوى العالم يعتبر في الايكيدو ايه؟ لا ممتاز جدا. احنا من البلاد المتقدمه جدا في مجال الايكيدو. يعني الايكيدو دخل في مصر من لما سنه. سافرت اليابان ولعبت جوه الايتيكاي الياباني نفسه اللي هو المدرسه الام للايكيدو، كان ده ده في اليابان. دي بقى الصوره اللي في اليابان. ايوه ده شاهين محمد سيد وسنسي عمرو بهاء، سنسي مصطفى عبد الناصر، سنسي مصطفى جديد. وات از مينت باي سنسي؟ سنسي يعني معلم. المعلم هنا يعني احنا هنا ما عندناش مدرب في الايكيدو، احنا عندنا معلم يعني او معلم. اللي هو مدرب وعنده تلاميذ بس. دي كانت في اليابان. دي في اليابان. وكان معاكم الشهان. اوكي. انتوا المفروض ان انتوا اعلى من السنسي. اللي هو بقى اللي بيبقى البروفيسور. اوكي. طب المفروض ان انتوا ايه اللي حققتوه في اليابان؟ ده حاجه اسمها الكونجرس، بتتعمل كل 4 سنين في اليابان، بتضم كل الناس المحبين لرياضه الايكيدو والمهتمين بيها، وكل يعني الشهنات بقى الكبار بيقدروا ان هم يعرضوا ستايل مختلفه للايكيدو. عن طريق ان احنا عندنا مثلا الايكيدو مثلا لما تيجي تشوفيه بالستايل اوروبي مختلف شويه على الياباني. يعني في ستايلات للايكيدو. طبعا. ايه اللي بيفرق بقى؟ لا يعني مثلا ممكن اطلع برجلي اللي ورا مش بضرب بايدي اللي قدام، حاجات فروقات بسيطه جدا بالنسبه لمدرسه الايكيكاي، لكن كلها عاديه يعني واحد، لكن بتتعرفي على ثقافات الشعوب من خلال ده، لانه كل شعب بيحط التاتش بتاعه في التدريب او في التدريب، لانه بيبقى عنده هجمات معينه هو بيتعرض لها عنده. انا ممكن ما كنتش شفتها، لكن انا مثلا مصر عندي حاجات معينه ضربات بتبقى منتشره عندي فبشوفها واعرفها وكده. طيب مريم قولي لي ايه اهم ما يميز المتدرب المصري في هذا المجال؟ ان هو داخله علشان هو بيحب اللعبه دي، بينتقيها. يعني معظم اللي داخلين من مصر بيبقوا هم حابينها. طب كلمينا على الصوره. دي كانت قدام السفير الياباني السابق،
والسيده حرمه، ده برضو كان عرض قدامه وانا قمت بيه. بس فنرجع لحته ايه اللي بيميز المتدرب المصري، ان او المتدرب بتاع الايكيدو عامه، ان الايكيدو بتنتقي ناس معينه هي اللي بتحب اللعب. يعني الناس اللي يعني مش هتقدري تتفوقي في لعبه زي الايكيدو غير لما تحبيها، لا لازم تحبها جدا، اي حاجه، لازم تبقى فاهم انها لعبه طبعا ذكاء اكتر ما هي لعبه قوه بدنيه، لازم مظبوط تبقى فاهم ان انت لازم تكتسب فيها مهارات كل يوم، ولازم تبقى مظبوط. زي ما قلنا الاتقان الشديد والالتزام، الالتزام الالتزام والالتزام. الالتزام هو اللي هيفرق السبع سنين من السبع سنين، هو ده اللي بيفرق فعلا. ان هو انت تقدر تعمل في سنه واحده ممكن حد قعد 20 سنه ما يقدرش يعمله. تقدر تعمل يعني في تمرينه واحده مع اولاد اللي ممكن حد كتير ما يقدرش يوصله ليهم، لان انت بتقدر توصل لكل شخصيه هنا عمق الشخصيه. طب اللي ساعدك هنا للوصول لعمق الشخصيه هو دراستك لعلم النفس، ولا حبك ان انت تدربي او يعني تكوني مع الاولاد وتوصلي لهم فعلا اللعبه؟ هو الاثنين الحقيقه. يعني انا الاول ما كانش في بالي خالص موضوع التدريب نهائي، وبعدين انا الحمد لله لقيت عندي الملكه، يعني الملكه بعد كده اقدر ان انا ادرب واوصل المعلومه. فادني بقى علم النفس ان انا اقدر اوصل المعلومه ازاي للشخصيه اللي قدامي. هو هنا هيكون مهتم بيها ازاي، ما انا ممكن اوصلها له بس بطريقه هو مش مهتم بيها. يعني مثلا حسب كل مرحله عمريه ليها سيكولوجيه معينه. يعني مثلا مرحله المراهقه الولاد دول جايين بقى ايه، بصي بقى مش هتعرفي تغلبيني بقى والحاجات دي فانا لازم ايه اوصلها له بالطريقه اللي بيفهمها. الطفل الصغير في منه خجول ما يقدرش ان انا اخوفه، وفي منه اللي هو شقي بقى وبقى مش تقدر عليا، فبرضه لازم اوصلها له بالطريقه اللي بيفهمها. ففهم الشخصيه هنا هي اللي بتدي بتساعدك على ان انت بتساعدني جدا في إن تتعاملي أنا مع كل أوصل. واحد منهم وتوصلي له مظبوط المعلومه بطريقته. مظبوط. طيب حلمك انت من خلال الايكيدو ايه؟ والله حلمي انا الشخصي يعني ان يعني الايكيدو ينتشر بشكل اكبر بصوره اوسع، لانه فن فعلا بيهذب الشخصيه، فن فيه فلسفه ومش بس عنف، وفي عقل. في مش بس عنف، مش بس الحاجات دي خالص. على المستوى بقى المهني طبعا اكون يعني متمرسه اكتر من كده، متدربه اكتر من كده، احسن من كده، افضل من كده. ده مهم جدا، لان طبعا الواحد لازم يشوف دايما نفسه ان هو لسه قدامه كتير جدا عقبال ما يوصل لمرحله اعلى واعلى. حلمي طبعا الاكاديميه بتاعتي تكبر طيب مريم احمد، واحنا بنتكلم النهارده عن اللعبه، قولي لي انت ازاي بتنتقي اللي هيلعبوا معاكي وتعرفي مين فيهم اللي بالفعل هيبقى متفوق ومين فيهم اللي مش هيبقى متفوق في لعبته؟ ده سؤال، ده ما سالتش السؤال ده قبل كده هو الفروق الفرديه لكل شخص بتحدد اذا كان اللي قدامي ده هيقدر ان هو، انا بشرح نفس التكنيك لنفس الشخص، يعني لنفس الاشخاص، هو نفس الشرح، لكن انت بتلاقي اداء هنا مختلف عن الاداء ده. الفروق الفرديه ما بين كل شخص والتاني في الشخصيه نفسها في الاداء، لان انا ممكن يجي لي حد لما انا بعلمه رياضه قتاليه هو ما يعملهاش بشكل قتالي، فبتحسي ان هو بيميع اللعبه، ده فن قتالي. لا انا فن قتالي يبقى باين ان هو قتالي، لكن اجي بقى بعد كده ده بتفرق فيه بقى من شخص. فحتى وليه الامر او ولي الامر يقول طب ما هو زميله هو جاي معاه، ده شخصيه اللي قدامه. يعني هي بتفرق يعني في الشخصيه نفسها، هي اللي يعني بتبتدي تبين وتلقيها كمان للمعلومه، هو ده اللي بيبين مين اللي هيتفوق ولا لا. اقدر اقول له انا في حاله ان انا مش مبين لي التكنيك او اثاره ايه، اقول له لا انت هدفك هنا ايه، هنا بقى احدد له انت هدفك فين. لازم وابتدي احقق له بقى نحقق مع بعض الهدف اللي هو بيسعى لانه بيبقى في الاغلب هو مش شايف احنا عايزين ايه من الحته دي، وهكذا. مدربه الايكيدو مريم احمد او حواء المصريه، بشكرك من خلال برنامجنا النهارده ادم وحواء، امتعتينا وانا فعلا سعيده جدا ان انا اتعرفت على رياضه جديده وهي الايكيدو. بشكرك على شخصيه مريم الجميله اللي بتثبت ان فعلا حواء المصريه قادره على التحدي دايما وعلى النجاح والتفوق وتحقيق النجاحات في كل المجالات. بشكر كل احبائنا المشاهدين اللي تابعونا النهارده من خلال ادم وحواء. ان شاء الله هنلتقي في الاسبوع المقبل، وبكره معاكم اسره جديده.